خلينا نطلع شوي برا المدن، برا بيروت وطرابلس. خلينا نطلع على منطقة بتخليك تحس إنك صرت برا لبنان، بغاباتها، بأشجارها، بألوانها. خلينا نطلع على منطقة بيعتبروها آخر الدنيا، على عكار وتحديداً غابة العزر. هيدي واحدة من أحلى الغابات بلبنان بالخريف. بيقولوا المؤرخين إنه شجر العزر انزرع هون من أكثر من 200 سنة ليستفادوا من الخشب تاعه. منبلش مشيتنا باتجاه الغابة. من عند منطقة الأموعة مناخد طريق الإنجليز اللي كانوا يسلكوه قديماً لينقلوا الخشب. لنوصل على النبي خالد اللي فيها أضخم شجرتين عزر بلبنان. منكمل لنقطع على منطقة جوز الدورة اللي فيها هيدي الدهاليز الصخرية الرهيبة، حتى بالآخر نوصل على قلب غابة العزر. هيدي واحدة من الغابات النادرة مش بس بلبنان بل بالشرق الأوسط، اسمها غابة العزر نسبة لشجر العزر يلي موجود فيها، يلي هو نوع من أنواع السنديان. اسمه العلمي كويركوسيريس، بيعني العمود الرئيسي لأنه بيوصلوا أكثر من 25 متر. الغابة ممتدة على ارتفاع بين 1300 ل 1500 متر وعلى مساحة 1,100,000 متر مربع. هيدا الشجر الخيالي بيعتبر هو أضخم أنواع السنديان. كل فصل له لون، من فترة كان أخضر، هلأ ذهبي، وبعدين حيصير بلا ورق، والغابة كلها حتصير مليانة تلج. فينا نعرف عمر الشجر من خلال حلقات الأشجار، ومن خلال تحليلهم فينا نعرف المناخ يلي قطع على هيدي الشجرة. الغابة متنوعة نباتياً، مع أنه طول الشجر ما بيخلي الشمس تفوت لجوا، بس ممكن تلاقي فيها زهرة البونيا وأنواع من السحلبيات والفطريات كمان. أحلى شيء بس تقعد هون هيك على رواق وتقعد فترة تتأمل، فيك تشوف هيك شوية سناجم عم تكزر فوق على الشجر يعني، بس ما حتلقطهم لأنه كتير سريعين. درب عكار ساهمت منيح بالحفاظ على هيدي الغابة وبتوعية الناس على أهميتها، بس تخيلوا إنه لهلأ هيدي الغابة مش مصنفة محمية، يعني كتير ناس بعدهم عم يتعدوا عليها من بيوت على أطرافها أو زبالة من بعض المستهترين. بس هلأ عن جديد صارت البلدية تهتم وحطت هيدول المكبات للزبالة. كنت دائما اجي على الغابة ولاقي الناس قاعدين هون عم يتنزهوا ودائما يتركوا نفايتهم وراهم، فأنا فكرت طريقة إنه شو أقدر أعمل أو شو أقدر أغير. فطلعت حكيت ببوست على الفيسبوك ونشرته على كل الإعلام وانتشر البوست مزبوط، شو ممكن بلدية فنادق ذاتها تساعد بالمنطقة هون. فطلب قرار محمية وهن نفذوه لحالهم بدون دولة ولا شيء، طلب قرار فيه وقدروا حطوا سلات نفايات، حموا الغابة وعملوا رسم دخول. ببلد ما بيقدر الثروات الطبيعية اللي فيه، واجبنا كأشخاص بنحب الطبيعة إنه نحكي، إنه ننشر الوعي، وحتى نحاول نحمي غاباتنا قد ما فينا، لأنه هيدي الثروة الوحيدة الباقية عنا بهيدا البلد.